بسم الله الرحمن الرحيم. نشر أو في تصريح للإعلامي السعودي وليد الفراج أن ديربي الشرق الأوسط ليس الأهلي ولا الزمالك، ولكن ديربي الشرق الأوسط هو بين الهلال ونادي النصر السعودي. عملت جدل كبير على السوشيال ميديا هذه التصريحات، واني ابرز اني نص ما قاله الاعلامي وليد الفراج ان كيف لديربي لا يشاهده الا ابناء الجمهوريه، يعني داخل مصر ما فيش جمهور الا المصريين، وان الديربي السعودي يشاهده ينقله حوالي 40 قناه تلفزيونيه حول العالم. واردف قائلا ان اركن على جنب. طلعت بعض الناس بتتكلم ان دي فيها اساءه وفيها هي ما فيهاش اي اساءه. خلينا نكون منصفين مع نفسنا. اولا، انت بتتكلم عن التاريخ كويس، وبتتكلم عن ان ديربي القاهره منذ فتره كبيره موجود الاهلي والزمالك كويس، لكن تعال احنا نقيم مع بعض احوال الكره في مصر من 3 4 سنين لورا. تعال انت تتخيل لما تقعد كل يوم ما معكش غير رئيس نادي الزمالك المختل فكريا، ان بحا هو سبب مكسب نادي الزمالك. ادي حال الرياضه في مصر، يبقى اركن على جنب. لما تقعد قناه زي قناه نادي الزمالك ما معهاش غير 24 ساعه بتبث انجازات رئيس نادي الزمالك في ان هو عمل عضويه، وان في حفار بيحفر على الفاضي في فرع فرع 6 اكتوبر، يبقى انت اركن على جنب، يبقى انت كلامك كلام فاضي. انتوا اللي وصلتونا لكده. يعني انت سكوت الدوله المصريه على ما يفعله مرتضى منصور وما يتلفظ به مرتضى منصور هو ده سبب التدني. دوري ما فيش جمهور. احنا زعلانين جو من عمق التاريخ. عمل لنا التاريخ. قول لي انت عمل لك ايه التاريخ؟ ايوه، انت التاريخ، انت الحضاره، انت كل حاجه جميله، بس انت مرتضى منصور برضه. انت مرتضى منصور. انت الاسفاف بتاع مرتضى منصور. انت السقطات التاريخيه والاخلاقيه بتاعت مرتضى منصور. انت في القرن الواحد وعشرين وبتتكلم عن بحة والسحر والبتاع بتاع مرتضى منصور. لما يكون طلبة كل عفوا، لما يكون طلبة كلية الطب يرسم منها 60% يبقى اركن على جنب. هي دي اللي مزعلاك بس في الكورة؟ لا. ايوه، لما يبقى طلبة كلية الطب سنة أولى سقط منها 60% يبقى اركن على جنب. لما الجامعات بتاعتك تخرج من تصنيف أفضل 500 جامعة على مستوى العالم يبقى اركن على جنب. لما البحث العلمي بتاعك ينحدر لأدنى مستوياته يبقى اركن على جنب. لما يبقى رئيس أكبر نادي في مصر، تاني أكبر نادي في مصر نادي الزمالك مرتضى منصور، يبقى اركن على جنب. ده موضوع ما يزعلكش. لما يبقى عندك نائب لاعضاء مجلس النواب عندنا في ديروت الاستاذ محمد سيد عبد الجواد ماليش وظيفه غير يفرش المساجد يبقى اركن على جنب. لما السيستم بتاعك واخد لي بالك عشان ترقص عربيه ولا عشان تعمل اي مشوار لازم تلف حوالين روحك 7 لفات يبقى اركن على جنب. تعالى شوف هنا، شوف العيشه شكلها ازاي وبعدين بتكلم وبزعل على التاريخ والجغرافيا وعلم النفس وعلم النفس والاجتماع وعلم الاجتماع ازعل زي ما انت عايز تزعل. اسمع، مرتضى منصور بيعايرونا بيه، والله بيعايرونا بيه. حاله الاسفاف اللي شغاله دي بيعايرونا بيه. قيمه نادي الزمالك تتوقف على شخص محتوه زي ده يبقى يبقى اركن على جنب. انت زعلان من دي بس من ديربي القاهره؟ افتح التلفزيون على اي ماتش للاهلي والزمالك او للاهلي ما تلاقيش 500 واحد.
ده انت عملت حدوته لما جبت 50,000 متفرج للنادي الاهلي، وشكرا للمجهودات بركن على جنب. لما صفحات التواصل الاجتماعي بتاعتنا في مصر تتجاهل العلم والعلماء وتتجه الى ان في حركه ضباط الشرطه واعلى المناصب وبتاع، يبقى اركن على جنب. اركن على جنب فعلا يا عم. طالما انت مش قادر تواكب الحدث يبقى اركن على جنب. لابد لابد من مصارحة النفس. احنا ليه وصلنا لمرحلة اركن على جنب؟ سببها مرتضى منصور، سببها تردي الاوضاع الفكرية والعلمية والاعلامية. الاعلام المصري اركن على جنب. خلينا نكون واضحين مع النفس. انت زعلان من دي بس؟ في رئيس نادي سعودي طلع قال ان السحر خلى نادي النصر كسب نادي الهلال. في رئيس نادي سعودي طلع شتم اتحاد الكره السعودي، شتم اعضاء مجلس الاداره، شتم النادي المنافس. سمعت انت الموضوع ده؟ يبقى اركن على جنب. احترم نفسك كده واركن على جنب. طيب، النائب احمد عاشور عضو مجلس النواب المصري كان بيقدم مشروع قانون بيجبر المصريين بالخارج على تحويل 50% من اموالهم عبر البنوك الرسميه. في 16/12/1993 قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عوض محمد المر بعدم دستورية فرض أي رسوم أو ضرائب على المصريين بالخارج. ايوه، ده مش ضرائب ولا ده رسوم، ده تحويلات. بس خلي بالك لحيثيات حكم المحكمة الدستورية بتقول ايه. ليس سمة مصلحة مشروعة من تنمية موارد الدولة وتحويلها إلى جباية للأموال. يعني ما فيش سمة مشروعة ولا سمة دستورية ولا سمة قانونية، وليس هدفا يحميه الدستور. ده المحكمة الدستورية العليا اللي بتقول كده. طبعا سيادة النائب احمد عاشور ما اعرفش، يمكن ما يسمع، لان احنا عندنا نوابنا برضه ما يسمعوش عن المحكمه الدستوريه العليا. لكن تقول له فرش السجاده بتاع المساجد يقول لك ايوه ايوه، مدد مدد، رايحين قعد الصلح، رايحين. يبقى اركن على جنب. مش عاجبك الكلام؟ اركن على جنب. مش عاجبك الحداثه؟ اركن على جنب. مش عاجبك العلم؟ اركن على جنب. مش عاجبك الثقافه وان انت تكون في القرن ال21 متواجد بالجمهوريه الجديده اللي اعلنت عنها القياده السياسيه، يبقى اركن على جنب. فعلا ديربي الشرق الاوسط هو النصر والهلال. واركن على جنب لمن لم يفهم الرساله. السلام عليكم.